احلى كيكه يوسفي، كيكه هشه وجميله بمقادير بسيطه وموجوده في كل بيت. هتعمليها وتجربيها معايا بالطريقه دي مش هتستغني عنها ابدا. يلا بينا نشوف الطريقه والمكونات، وقبل ما نبدا ما تنسيش في اللايك والشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم مشاهدينا، اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كيكه جميله جدا اللي هي كيكه اليوسفي. جميله جدا جدا. اتمنى تجربوها وبالمقادير دي. معلش المقادير يعني ممكن تكون كتيره شويه صغيرين، بس ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا الكيكه دي. وعايزينها تبقى هشه كده وجميله وايه وتعجبكم ان شاء الله. اول حاجه معايا هنا الاستفندي. انا بشيل الاستفندي، بقشره وبشيل منه البذر وبضربه في الخلاط واصفيه. يبقى معايا هنا كوبايه ونص استفندي او يوسفي، لو انت حابه زي ما انت حابه بالشكل ده كده. بعد ما صفيتها ممكن تستبدلي نص يوسفي بنص زبادي زي ما تحبي. يبقى كوبايه ونص، اما يوسفي او اللي هو زبادي ويوسفي مع بعض كوبايه ونص. بعد كده عندي هنا كوبايه الا ربع زيت. معايا 4 بيضات بالشكل ده. لو انتي طبعا البيض بتاعك حجمه صغير، لو حجمه كبير يبقى 3 كفايه قوي. ومعايا فانيليا، هحط طبعا فانيليا عشان البيض. ومعايا هنا معلقه خل صغنونه خالص. ومعايا كوبايه ونص سكر. انا هستخدم كوبايه وربع. لو انت حابه الحاجه مسكره عموما بتستخدمي كوبايه ونص. عايزاها هاديه شويه يبقى كوبايه وربع كويس قوي. انا هستخدم كوبايه وربع بالشكل ده. ومعايا 3 كوبايات دقيق. يبقى المكونات معانا هنا كلها كوبايه ونص سكر، 3 كوبايات دقيق، كوبايه ونص يوسفي، كوبايه الا ربع زيت، و4 بيضات، ومعلقه صغنونه خل وفانيليا، وطبعا بيكنج باودر معلقه كبيره. ومعايا هنا رشه ملح صغنونه كده بالشكل ده كده، هنحطها كده بس مش اكتر من كده. يبقى كده معانا كل المكونات معانا. اتمنى تكون الطريقه واضحه والمكونات معايا واضحه. نشوف بعد كده بقى الطريقه ايه. هاخد هنا الخلاط، هضرب كله في الخلاط طبعا عشان اسهل الموضوع علينا. هاخد الخلاط، هاخد البيض، بسم الله، واضيف الفانيليا. ممكن تضيفي فانيليا سايله لو انت مش حابه الفانيليا دي، ممكن تضيفي فانيليا سايله او اي فانيليا عندك، مش مشكله خالص. وهضربها شويه في الخلاط بتاعنا. طلعت معايا بالشكل ده. هبدأ اضيف الزيت كده زي ما قلنا كوبايه الا ربع زيت. وطبعا اما بنبدا الكيكه يا جماعه زي ما قلنا علشان الكيكه تبقى معانا مرتفعه كده وجميله، اول حاجه بنفتح الفرن البوتاجاز على طول. الفرن اللي هنشتغل فيه بنفتحه على طول. واضرب تاني الكيكه بعد ما حطيت الزيت. بعد كده هضيف السكر معايا. السكر زي ما قلنا كوبايه وربع، لو بتحبي الحاجه مسكره يبقى كوبايه ونص مفيش مشكله خالص. وهضيف كمان معلقه الخل، معلقه صغيره خالص. وارجع اضرب تاني. بعد كده هضيف معايا هنا العصير اليوسفي. ممكن تستبدليه بعصير برتقال، مفيش اي مشكله خالص. انا هشيل شويه علشان
هضيف الزبادي بتاعي نص كوبايه، وبعد كده اضرب تاني خليط. وكده تمام، هيبقى معايا الخليط بتاعنا جاهز بالشكل ده. هبدأ اجيب بولة اضيف فيها الخليط بتاعنا كده بالشكل ده. شايفين يا جماعة الخليط جميل جدا زي الفل. بعد كده الخليط بتاعنا جاهز بالشكل ده. هنبدأ نجيب الدقيق كده بالشكل ده. الدقيق زي ما قلنا ضفنا عليه ذرة ملح، وهنضيف عليه البيكنج باودر بتاعنا. وهنقلبه كويس. وهنبتدي نحط الدقيق شوية شوية، وكل ما ندخل في الدقيق قلنا قبل كده الكيكة بتنجح معانا اكتر. بسم الله. قلنا 3 كوبايات دقيق، وهنبدأ مع بعض نضيف الدقيق تدريجي بالشكل ده كده وندخله كويس. وبعد كده هنبدأ نقلبه لحد ما ينتهي معانا كل مقدار الدقيق معانا، وهنبدأ نقلبه كويس جدا لحد ما تختفي الدقيق معانا في العجينة كله، وتكون لنا عجينة متجانسة زي ما هنشوف دلوقتي. كده انا حطيت الخليط بتاعنا زي ما احنا قلنا. انا مش عارفه صراحه هو صار ولا لا. كده بطنت الصينيه دقيق، زيت وبعدين دقيق، وبعدين بطنت الكوبايه دي نفس الفكره ده، علشان قلنا لو النص عندك ما بيستويش، او انت حابه تعمليه زي الانجليش كيك كده تقطعيه قطع، وما عندكيش اللي هو القالب بتاع الانجليش كيك، هتعمليه بصينيه دي عادي مش مشكله خالص. هتحطها في النص كده وتعملي عليه الخليط، وبعد كده هندخلها الفرن ونشوفها مع بعض تاني ان شاء الله.